تخيل انك تقدر تقتل ومحدش يقدر يحاسبك، مش عشان انت جامد تنين، لا، عشان انت اللي بتقتلهم دول جايين من المستقبل. ففي الحاضر يعتبر الناس ديت اصلا مش موجودة في الحياة. في المستقبل بيكتشفوا آلة الزمن، بس الحكومات بتمنع استخدامها في المستقبل، واللي بيستخدموا آلات الزمن العصابات. وعشان التكنولوجيا في المستقبل حديثة جدا، ولو قتلت اي حد هيكتشفوا جريمة القتل، فالعصابات بتبعت اللي هي عاوز تقتله للماضي، وبتبعت معاه سبائك فضة، والشخص اللي قتلوه يعتبر مش موجود في الحاضر، وبكده اكنهم ما قتلوش حد. واللي بيقتل اسمه صانع الحلقة. والفيلم بتاعنا بيبتدي سنة 2044 مع صانع الحلقة جو، ومهمته انه بيجيله ناس من 2074 عشان يقتلهم في مكان محدد وميعاد محدد، وبياخد على كل واحد بيقتله 4 سبايك فضة. وجو بيروح يعدي على واحد صاحبه وبيطلعوا على مقر المنظمة بتاعتهم، ولما بيوصلوا المنظمة بيكون في واحد هناك الحلقة بتاعته بتكون اتقفلت، والعصابات ما بتحب تنهي تعاقد صانع الحلقة تبعت لصانع الحلقة نفسه عشان يقتلها، وبتبعت معاه سبايك دهب، وبكده يقدر ينهي التعاقد بتاعه ويعيش ال30 سنة الجايين في حياته في سعادة. لأن بعد ال30 سنة تتعاد الحلقة بتاعته، هيرجع للماضي وهيتقتل تاني، عشان كده بيسموه صانع الحلقة. وبكده هيقفلوا الحلقة بتاعته على ايديه، وبعد 30 سنة هيموت تاني على ايد نفسه. وبيخرجوا يحتفلوا بانتهاء تعاقد صاحبهم، وتاني يوم جو بيجيله ميعاد معين عشان يروح يقتل حد جديد، وحياته عبارة عن قتل وشرب مخدرات بس. وفي خلال شهر واحد بس 4 من صناع الحلقات الحلقات بتاعتهم اتقفلت. وفي يوم جو بيروح البيت وبيجيله واحد صاحبه وبيقوله ان انا ما قدرتش اقفل الحلقة بتاعتي، وكنت مستني في الميعاد المحدد، ولما شلت الكيس اللي كان على راسه اتفاجئت اللي هو انا بس بعد 30 سنة وما قدرتش اقتل نفسي. وجنود المنظمة جم لجو على البيت عشان كانوا بيدوروا على صاحبه، وجو دخله الخزانة بتاعته عشان يبقى في امان. وبعدها بيفتح لجنود المنظمة وبيقولوا له اب مستنيك في المنظمة، وبيروح يقابل اب. واب دوت راجل جاي من المستقبل عشان ينظم عمليات القتل اللي في الماضي. وبعدها بيقول له انا عارف ان سميث عندك وانت مخبيه، وقدامك حل من الاتنين، لا تسلمني سميث لا تسلمني الفضة اللي انت محتفظ بيها. وبعدها جو بيفكر شوية وبيقول له على مكان سميث في الخزانة، وبيبيع صاحبه. وسميث المستقبلي بيكون بيهرب وهيروح دولة تانية، بس بيظهر على دراعه عنوان، وده معناه ان سميث اللي في الحاضر هو اللي وشم على ايده الوشم ده. وبيلاحظ ان صوابعه عماله تختفي صباع ورا صباع، ومناخيره بتتقطع. وبعدها بيكون رايح على العنوان دوت ورجله بتختفي، معنى كده ان سميث اللي في الحاضر اطرافه كلها عماله تتقطع. وبيوصل للعنوان اللي كان على ايديه، وبعدها في واحد بيقتله وبيقتل سميث اللي في الحاضر. والمنظمه لو انت ما قدرتش تقتل نفسك المستقبليه هتقتلك دلوقتي، ومش هتديك ال30 سنه اللي هتعيش فيهم بحريتك، وهي اللي هتقفل الحلقه بتاعتك. وبعدها جو بيروح وبيلاقي الفضه بتاعته كامله زي ما هي، ما خدوش غير سميث بس. وبيروح تاني يوم عشان ينفذ عمليه قتل جديده، بس اللي بيظهر له جو المستقبلي، وبعدها بيضربه وبيهرب منه. وبعدها بيرجع على بيته وبيلاقي في واحد من المنظمه كان بيسرق الفضه بتاعته، وبيزقه جوه الخزانه وبيقول له عرف اب ان انا هقفل الحلقه بتاعتي، وبعدها بيهرب. بس جو المستقبلي بيعرف كل تحركات جو لانها تعتبر حصلت له قبل كده، وبيجي وبينقذه وبيديله فرصه تانية انه يهرب. وجو المستقبلي بيروح يدور على طفل اتولد سنة 2039، والطفل دوت هيكون زعيم العصابة في المستقبل، بس بيلاقي 3 أطفال مولودين في نفس اليوم وبيكون عاوز يقتلهم. وبعدها بيبص على ايديه وجو بيكون باعت له عنوان عشان يقابله، وبيروح يقعد في مكانه ويفتكر اللي حصل له، وافتكر من 30 سنة لما هو ظهر لنفسه وقفل الحلقة بتاعته وانهى التعاقد بتاعه، وخد الفضة بتاعته وسافر على الصين وحولها كلها لفلوس. والسنين فضلت تمر عليه لحد لما فلوسه خلصت، وبعد مرور 23 سنة شكله اختلف تماما، وتعرف على واحدة واتجوزها، وهي اللي ساعدته يتشفي من إدمان، وعاش معاها أجمل 5 سنين في حياته، لحد لما تمت ال30 سنة والعصابة جات له عشان تقبض عليه وترجعه تاني للماضي. بس اتفاجئوا اللي كان معاه حد وقتلوا مراته، وبعدها خدوه عشان يرجعوه بالزمن للماضي وعشان يقتل نفسه تاني. بس هو قدر يقتل افراد العصابة ورجع لجو تاني، بس المرة دي جو ما قدرش يقتل نفسه. وبعدها جو المستقبلي بيروح يقابل جو، وتخيل بتقابل نفسك بعد 30 سنة. وجو المستقبلي بيقول له انت شخص فاشل، بيقول له انت مدمن وبتقتل وبس، ومفيش حاجة في حياتك كويسة، واللي هيغير حياتنا احنا الاتنين بنت هتقابلها بعد 25 سنة، وهي اللي هتقدر تعالجك من الادمان. قال له وريني شكلها وانا اوعدك لو شفتها في المستقبل مش هتعرف عليها، وبكده كل الذكريات بتاعتها هتتمسح من ذاكرتك واقدر اقتلك ونقفل الحلقة بتاعتنا. بس جو المستقبلي ما بيوافقش على الاقتراح ده، وبيقول له في رئيس جديد للمنظمة في المستقبل اسمه صانع المطر، وبيقفل كل الحلقات اللي موجودة في الماضي، وهو السبب في قتل مراتي، وانا هنا عشان اقتله.
وبمجرد ما اقتله مراتي في المستقبل هتفضل موجوده وهخليك ساعتها تنهي الحلقه بتاعتنا. بس جو ما بيعجبوش الكلام دوت وبيكون مبلغ المنظمه، ورجاله المنظمه بيجوا وجو المستقبلي بيضرب جو. وبعدها جو بياخد قطعه من الورقه اللي معاه واللي موجود فيها عنوان من 3 عناوين بتوع الاطفال اللي لقاهم، وجو المستقبلي بيهرب وهم بيفضلوا يطاردوه. وبعدها جو بيهرب هو كمان وبيروح على العنوان اللي في الورقه، وبيكون عنوان واحده عايشه هي وابنها بس. وجو بيكون خايف ان جو المستقبلي يجي ويقتلها هي وابنها، وجو بيفضل مستخبي لغايه الليل وبيلاقي في واحد جاي عليها من بعيد فبيتدخل عشان ينقذها، بس بيكون واحد مشرد وبيكون تعبان جدا لانه بقاله كتير ما خدش جرعه المخدرات بتاعته. وتاني يوم بيصحى وبتكون سايباه في المزرعه بتاعتها، وبعديها بتجيله وبتقول له انا عاوزاك تمشي من هنا، وهو بيقول لها انا مش هقدر امشي لان حياتك انت وابنك في خطر. وبعدها بيقول لها ان في حد عاوز يقتلك انت وابنك، وبيديها الخريطه وبيقول لها اتاكدي اذا كان ده عنوانك. وبعدها بتبص على اول الخريطه من فوق وبتلاقي مكتوب رقم زي اللي كان على ايد جو المستقبلي، واول ما بتشوف الرقم دوت بتضربه بالنار. وجو المستقبلي بيدخل جوه ذاكرته المعلومات الجديده وبيكون عارف مكان المزرعه من جو بتاع الحاضر. وجو بيقول لها ان في المستقبل بيكتشفوا آلة الزمن، وهي بتقول انت صانع حلقه وبتكون عارفه معلومات عن المنظمه. وجو بيقول لها ان في واحد جاي من المستقبل وعاوز يقتل 3 ومن ضمنهم ابنك، عشان شاكك ان واحد من ال3 في المستقبل هيكون رئيس المنظمه. وبتقول له ان الارقام ديت عباره عن تاريخ ميلاد ابني ورقم المستشفى. وبيقول لها انا هفضل هنا واساعدك عشان لو جالك الشخص دوت انا هقتله، ومرضاش يعرفها انه هيكون هو في المستقبل. وجو المستقبلي بيروح عشان يقتل اول طفل من ال3، وبعدها بيعرف مكان بيته وبيروح له وبيقتله، وبيزعل جدا ان هو قتله بس مش عاوز مراته في المستقبل تموت. وبالليل وجو قاعد بيحرسهم الطفل بيجيله بيقول له تعالى العب معايا، وبيفضلوا يتكلموا مع بعض. والطفل بيقول له ان ساره ديت مش امي وامي الحقيقيه ماتت وهي بتكذب ومش امي الحقيقيه. وتاني يوم جو بيروح يسالها وبيقول لها انا اتكلمت مع ابنك وقال لي ان انت مش امه. قالت له لا ده ابني، انا خلفته وانا عندي 20 سنه، كنت لسه في بدايه حياتي فسبته مع اختي عشان تربيه لحد لما اختي ماتت وانا جيت عشان اربيه. وبتروح تلعب مع ابنها بس ابنها بيتعصب عليها جدا وبيقول لها انا مش هسمع كلامك عشان انت مش امي، وبيقول لها انا بكرهك ومش عاوز اعيش معاكي. وفجاه امه بتخاف منه وبتروح تستخبى في خزانه، وبترجع له بعد ما بيكون هدي وبتاخده في حضنها، وهنفهم قدام قوته عامله ازاي. وتاني يوم جو بيصحى ولما بينزل بيكون واحد من المنظمه موجود ومعاه ساره، وبيقول له اب جاله ورقه من المستقبل وبتعرفنا ان مكانك هنا. وبعدها الراجل بتاع المنظمه بيشوف الطفل والطفل بيخاف وبيقع على السلم، بس جو بيخاف عليه وبيروح يساعده. بس ساره بتاخد جو وبتطلع بره البيت، والطفل بيكون عنده قوه خارقه انه بيقدر يتحكم في اي حاجه بعقله، وبيقتل الراجل بتاع المنظمه. وبعدها جو بيفوق وبيروح يدور على الطفل وبيقول لها ان ابنك هيكون صانع المطر في المستقبل وهو اللي هيقتل فعلا مرات الشخص اللي بيدور عليكم. وقالت له ان هو بيجيله نوبات غضب بس انا بقدر اهديه وهو لسه طفل ممكن نقدر نخليه يتحكم في قوته. وبيروح عشان يقتله بس لما بيبص له بيلاقي في عينيه براءة الاطفال، وبيعرف ان والدته لو خدت بالها منه ممكن ما يبقاش صانع المطر. وجو المستقبلي بيروح يقتل الطفل التاني، بتخش جوه ذاكرته المعلومات الجديده اللي حصلت وبيعرف مين صانع المطر، بس بيكون واحد من المنظمه عامل له كمين وبياخده وبيروحوا على المنظمه. وبعد ما بيوصلوا جو بيتعارك معاهم وبيضرب الشخص اللي جايبه وبياخد منه سلاحه، وبعدها بيقتل كل اللي موجودين في المنظمه وبيخلص منهم كلهم، وبيخش عند ايب وبيقتله. ما يبقاش غير واحد بس هو اللي موجود في المنظمه. وبعدها جو المستقبلي بيروح يقابل جو وبيقول له الشاحنه ديت مليانه ذهب، خدها وروح عيش حياتك وسيبني اقتل الطفل قبل ما يتحول لصانع المطر. وبيجي اخر واحد كان موجود في المنظمه وبيضرب عليهم هما الاتنين نار، وبعدها جو بيقتله. وجو المستقبلي بيروح يقتل صانع المطر بس الطفل بيقلب العربيه قبل ما يقتلهم وبيهربوا منه، بس جو المستقبلي بيفضل يطاردهم وبيضرب رصاصه وبتيجي في وش الطفل. بعدها الطفل بيتعصب جدا وبتظهر قوته الخارقه وبيكون هيقتل امه وجو المستقبلي، بس امه بتقدر تهديه لحد لما بيوقف قوته وجو بيوصل وبيشوفهم. وجو المستقبلي بيمسك سلاحه وبرضه بيكون عاوز يقتل الطفل، والولد الصغير بيهرب وامه بتقف قدام جو المستقبلي وبيكون عاوز يقتلها ويروح يدور على الولد الصغير. بس جو بيفهم ان لما جو المستقبلي بيقتل ام صانع المطر بيزعل جدا على والدته وبيتحول لصانع المطر. وهي دي الحلقه بتاع صانع المطر، ان واحد من صناع الحلقات بيقتل والدته وهو بيتحول يبقى رئيس المنظمة الإجرامية في المستقبل وبيكون صانع المطر. وجو بيفهم كده وبيقرر ان هو يقتل نفسه، وبكده جو المستقبلي هيختفي معاه والأم تقدر تربي ابنها وما يكونش صانع المطر في المستقبل. وبعدها سارة بتاخد ابنها وبتعالجه وبترجع تاني تشوف جو بس بيكون خلاص مات وبيخلص فيلمنا على كده.
لو عجبك الفيلم انزل اشترك في القناة ولايك عشان يدعمنا استمر. سلام.